نبدأ إن شاء الله بالنشيد الوطني. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن قد صارخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للقلب أن ينجلي ولا بد للقلب أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن قد صارت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن قد صارخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الحر المحجلين وناصر عباد الله المستضعفين. أيها الإخوة والأخوات الأبناء والبنات سادتي سيداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مشهد عظيم يليق بعظمة هذه المناسبة، مناسبة إحياء ذكرى شهداء تحرير تونس من الاستعمار ومن الاستبداد. هذا مشهد رائع عظيم يليق بهذه القلعة صفاقس، قلعة الحرية، قلعة الحركة النقابية والحركة التحريرية. هذا مشهد عظيم يليق بالمدينة بعاصمة الاقتصاد التونسي شنغهاي تونس أو يابان تونس، مدينة صفاقس. هذا مشهد عظيم أيضا يليق بثورة 14 جانفي التي كان للمظاهرة العظيمة للمسيرة العظيمة التي انطلقت في صفاقس يوم 12 جانفي. كانت المسيرة حاسمة بقيادة اتحاد الشغل في هذا البلد. بعد مسيرتكم العظيمة أدرك المخلوع أن لا مكان له في أرض تونس. فكانت مسيرة 12 جانفي مسيرة حاسمة توجتها مسيرة 14 جانفي التي لم تبقي للطاغية مكانا في بلد شباب الثورة، شباب هذا البلد العظيم.
شهداء 14 جانفي، شهداء هذه الثورة المباركة، وهم تقريبا هم كلهم من الشباب، وعادة الشباب هم الذين يتوجون الشهادة بتاج الفخار. الشباب هم الذين أعادونا بفضل الله سبحانه وتعالى، أعادونا إلى بلادنا وأعادوا العزة والكرامة لتونس. راية تونس أرجو أن ترفعوا هذه الراية الكريمة. راية تونس هذه لأول مرة في التاريخ الحديث تصبح تتجول في كل شارع في العالم يلهج بالحرية، يرفع هذا العلم الذي يتصدره هلال الإسلام يسبح فوق دماء الشهداء الآن.